مبدئيا كده في خبر احسن من انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وهو ان احنا بقى عندنا متابع من اكبر المتابعين على وجه الارض وانضفهم واحسنهم. واحد يقول لي ايه يا عم ترامب بيتابعك؟ اقول له ترامب مين يا جدع؟ ترامب ده ما يجيش حكايه في حكايته. احنا بيتابعنا الاسطوره الحيه ابو عبده عماد، عبده ستاير، لا الحاج ابوه. فمن هنا من قناه المنزلاوي بنوجه احلى تحيه لاحسن اب الحاج ابو عبده. وبعد ما مسينا على المعلم ابو عبده، خلينا بقى احكي لكم قصه النهارده. دلوقتي انا لقيت محمد حافظ داخل عليا او الشهير ببحبح بيقول لي يا صاحبي انا زعلان منك قوي. قلت له ليه يابا في ايه اللي حصل؟ قال لي دلوقتي يعني انت مستلمني انا وعمال تهزق وتمسح فيا بلاط الحته وساب الرجاله، مع ان كل واحد فيهم مليان عيوب اكتر من قتب عضاه. المعلم عبده قام ردد عليه وقال انت مال امك. قام بحبح ردد وقايل له لا طب ليه يلا ولا حاجه ساعات. المهم بعد ما اتخانقوا بقى وعمال انت ما تنزليش فيديوهات تاني وانا هزعل وانا هعيط وانا هدبدب في الارض، ده طبعا مع المعلم محمد حافظ بيقول لي الكلمتين دول. قلت له خلاص يا بحبح انا هعتقك لوجه الله وما عدتش هنزل عليك حاجه واللي انت عايزه. انت راجل ذوق. الله يخليك يا باشا. والله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. دام انت شايف كده احنا كنا ايه ماشيينها هزار، بس ما دام انت بتزعل انا ما عدتش جايب سيرتك في الفيديوهات تاني زي ما انت شايف كده. واخد بالك ازاي؟ المهم يعني المعلم بحبح قال لعبده بس انا ملاحظ ان انت بقيت واجهه في الانجليزي، وانت ايه اللي حصل؟ البروفا تومورو اور افتر تومورو ذا ذا كويتش اتحرك. ايه؟ الله يا باشا احنا بادئين كورس من فطره والدنيا معايا لهلبه وزي ما انت شايف انا ولا يوسف اوباما بتاع الزمالك. قال له وانا مالي يا لمبي. المهم يعني قال له طب ما انا عايز اجي معاك الامتحان، فقال له لا بس خد بالك عشان دي فيها امتحان قدرات يا معلم بحبح وانت مش قد القصه دي. في ايه يابا؟ في ايه يا حبيبي؟ انت اصلا مفكر ان الدونكي دي اكله، خد بالك انت ازاي؟ لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة ايه في اللفظ. معلم بحبح قال له ما انا عايز اجي بقى عشان اظبط القصه والحكايه ومعلش احجز لي. المهم المعلم عبده عشان راجل اصيل ابو راجل محترم مربيه، واخد بالك انت ازاي، قام حاجز له على حسابه والمعلم بحبح راح، وده كان منظرهم وهم بيمتحنوا. السؤال الاول يا ولا ايه عايز ايه؟ قول يا ولا هتسوح يا ولا. المهم بعد ما المعلم بحبح كان هيبوس رجل عبده عماد عشان يديله اي حاجه ويعرفه اي حاجه، ولا انتوا عايزين تضيعوا مستقبلي يعني؟ والمعلم عبده عشان راجل اصيل برضه، واخد بالك انت ازاي، اداله كلمتين وروق عليه وخلاه ينجح ويعدي. المهم بحبح اتقبل في الكورس وهيحضر، بس مش دي المشكله. المشكله اللي احنا في نفس اليوم بحبح لقيته بيرن قال تعالى نلم الرجاله ونقعد على القهوه زي اي شله اصيله، والمعلم بحبح يا دوبك خاطب، ما هوش يعني متجوز ولا عنده عيال ولا عنده التزامات، وده يوم اجازتنا فالموضوع يعدي يعني، او ده اللي احنا كنا مفكرينه. ايه انا عايز الكلام الباسخ اللي بتقوله ده. المهم المعلم بحبح قعد على القهوه هوب نص ساعه تلت ساعه لقينا تليفونه بيرن، تبص على وش بحبح لقيت عروقه نفضت وشه مرتعش وبدا يريل ويجي له حاله صرع غير مفهومه. قلت له ايه يالا انت عليك طار ولا ايه؟ الله يخرب بيتك. قال لي لا اصل خطيبتي. قلت له ماشي يا ابني ايه المشكله؟ رد عليها قول لها انا قاعد مع الرجاله على القهوه خلصوا ابقى اكلمك. قال لي اعمل ايه؟ قلت له رد عليها. قال لي رد عليها دي بسم الله كده لما بتشوفني بترزعني قلم ما باخدش اخوه. قلت له اضرب يا ولا اضرب يا ولا اضرب ايه؟ قلت لك انت ازاي؟ قلت له انت بتقول ايه يا حافظ يا جدع شكلك عيب احنا على القهوه وسط ناس. قال لي يا عم انا مش بقول لك الحقيقه، واخد بالك انت ازاي؟ قال لسه واكل علقه وانت مفكر ايدي اللي اتكسرت دي حادثه زي ما قلت لكم؟ لا يا عم ده انا كنت عازمها وما رضيتش انزل لها الدرينك بعد ما غديتها وخليتها تحلي، قامت ماسكاني وقال على مؤاخذه اللي في رجلها وطخ طخ طخ مدغدغاني خالص. انت بتصدقها ياما؟ هو ده كلام يخش دماغ حد؟ اجرح يا ولا هو انت ده مسدت نفسك كده كده الهم؟ قلت له انت مش مكسوف يا اسطى؟ قال لي يا عم مش مكسوف والله ده حالتي وانا مبسوط بيها، انا راجل مهزأ يا سيدي. قلت له عيب يا ولا عيب يا ولا دي بلد طهر يا ولا ما تنجسهاش بالكلام الفارغ دي. المهم يعني دقيقتين ولقيت رساله مبعوثه بتقول له رد بدل ما انزل لك، واخد بالك؟ اولا انا ما اعرفش ازاي عرفت ان هو معانا. يا نهار اسود يا نهار اسود. ثانيا انا رد بدل ما انزل لك دي دايما بتتقال من ابويا، واخد بالك انت ازاي، لكن ان خطيبتك تقولها عيب يا رجوله عيب. بحبح قعدنا نحط عليه في الكلام وندوس عليه ونليسه، اما نفضه قال لك يا باشا انا ما حدش مش عارف ايه انا هرن عليه وهزق امرنا بكرامتها الارض. قلت له على بحبح ونقف يلا بدل ما تكسر لك رجلك تبقى ايد ورجل. قال لي اسكت انت، وقام رافع التليفون يا بنتي تيت 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 ومهزق عليها رايح جاي. هما دقيقتين وعربيه ميكروباص جت شالت بحبح من وسطينا، شالت بحبح من وسطينا، وعلى اللي حصل فيه لحد دلوقتي احنا مش عارفين هو راح فين.